الخير عليكم، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. انا طبعا بقالي كتير ما صورتش، فالنهارده شفت ترند على اليوتيوب على التيك توك وكده اسمه المكشكشه، وعرفت ان سعرها غالي جدا. وانا دايما بعمل لكم كل حاجه باقل تكاليف، والنهارده هعمل لكم المكشكشه باذن الله باذن الله باقل من 50 جنيه. هتجربوها وان شاء الله تبقى احلى من الجاهز. تعالوا نشوف المكونات بتاعتها. معايا نص كيلو من الجلاش، ودي الحشوه بتاعتنا اللي هي المفروض ان هم يحطوا لها مكونات كتيره جدا. انا عملت نص كيلو لبن وعليه معلقتين نشا، وعليه يعني ربع كوبايه سكر لانك لسه هتضيفي شربات، وعليه معلقتين كريم شانتيه. طبعا كل بعد ما بنعمل المهلبيه بتاعتنا اللي هي القشطه الكدابه بنضيف لها بقى الكريم شانتيه ونضربه ضربه كده ايه بالمضرب. وادي معانا اللي هي الزبده، يعني ما هي سايحه قوي بدرجه حراره المطبخ. تمام، يلا بقى دلوقتي عشان نشتغل ونشوف المكشكشه هانم بتاعتنا. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه كل ورقه هتحطيها لازم تدهنيها ايه من السمنه عشان تطلع معاكي كده مورقه وحلوه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايزاكي تسيبي حته كده من بره عشان نقفل على الحشوه بتاعتنا، ماشي؟ والكريمه ما تخرجش بره. اهو ادي اول طبقه بتاعتنا هنحط كده وايه، وهندهن سمنه. بسم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. كل سنه وانتم طيبين، يجعل رمضان كريم عليكم باذن الله يا رب. وادي الورقه التانيه، وهنحط برضو ايه سمنه. السمنه دي بقى اللي بتخلي الجلاش يطلع مروق مورق والصيام عامل عمايله معلش. وعلى فكره انا عامله الشربات ومجهزاه، فانت عندك حل من الاثنين، يا ده بارد يا ده بارد، لازم حاجه من الاثنين تبقى بارده عشان ما يعجنش منك، ماشي؟ وهنحط ورقه كمان اهي، وبرده هندهن ايه السمنه. والله انتم وحشتوني جدا، ببقى نفسي اعمل لكم لايف وكده، بس طبعا انتوا عارفين مفيش وقت خلاص للكلام ده. دلوقتي ايه هنحط بقى الحشوه بتاعتنا اللي احنا عاملينها القمر الجميله دي، اللي من غير اي تعقيد ولا اي كلام فاضي اللي هما بيقولوه لبن مكثف وقشطه وحركات. على ايه؟ احنا ستات البيوت نعرف كويس قوي نوفر. ان شاء الله تعجبك وتعجب جوزك وولادك، تعمليها بقى في العزايم حاجه كده بقى ايه تشرب. نفرد بقى كده الكريمه بتاعتنا القشطه الكدابه بتاعتنا اهي. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اخباركم ايه؟ قولولي، وحشتوني جدا. حد فيكم ختم المصحف ولا لسه؟ انا قربت اختمه على فكره، فاضل لي 5 اجزاء بس. انا شاطر. دلوقتي بقى هنروح قافلين على القشطه بتاعتنا اهي. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. وهندهن رق سمنه ونحط التاني اهو. انا مش عايزه ايه القشطه بتاعتنا تطلع من الجوانب تتحرق، ماشي؟ اهو تدهني كده الحروف ونقفل عليها كده. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. بس كده كده احنا خلصنا ايه اول خطوه في المكشكشه بتاعتنا الترند الجامد بتاعنا. دلوقتي هنعمل ايه؟ عندنا بقى اللي هي دي، انا عايزه اعرف بس المقاس. اول مقاس كده يبقى بالطول. هنمسك كده المكشكشه بتاعتنا دي وهنقعد نكشكش فيها كده. تكشكشي كده اهي. فاكره المروحه بتاعت زمان اللي كنا بنعملها لاولادنا؟ هي دي اهي. وهنحط كده. ايه رايكم نعمل كمان واحده؟
سهله جدا وما فيهاش اي تعقيد ولا اي حاجه. هما بس معقدين الدنيا وعمالين يعملوا لنا مش عارف ايه. ايه رايكم؟ مفيش اي صعوبه ولا اي حاجه. يلا اللهم صل على سيدنا محمد. اهي نعمل كده. انا عايزه الشربات بتاعها يكون مش خفيف، يكون تقيل اهو. شايفين الحلويات والشربطه؟ ايه رايكم؟ قمر. اكمل بقيه الصينيه وارجع لكم على طول.